الدبابيس اهيت بطريقه مختلفه وجميله وسهله. وشويه الرز حبايه وحبايه اهو زي ما انتم شايفين كده. يلا مع بعضينا نشوف المقادير. يلا بقى مع بعضينا الطريقه. دلوقتي معايا بابريكا وبهارات وكاري وكركم وملح وثوم بودر وفلفل اسود. هنحط كل ده مع بعضه كده ماشي. واحط هنا علبه زبادي واحط البصل كده. طبعا انا فارمه معاه مع البصل ده فصين توم عشان انتوا عارفين ان الفراخ بتحب التوم اهو كده. قلبت كله مع بعضه تتبيله. اجيب بقى كده الدبابيس احطها اقلبها في قلب بعضها كده شويه كده. اديني بقلب كله مع بعضه كده ونسيبها قد ساعتين في قلب التتبيله مع بعضيها. بصوا بقى بعد ما طلعتها من التلاجة اهي، كنت سايباها ساعتين في التلاجة عشان التتبيله. هنعملها بقى كده مع بعض. نرصها كده كده مع بعضينا. بصوا بقى يا جماعه، ادينا قطعت بطاطستين كده هنرصهم كده ماشي مع طماطم وفلفل. هنرصها كده جنب بعضيها كده ماشي. بصوا بقى يا جماعه رصيتها كده. ونحط بقى التتبيله على الوش كده ماشي كده زي ما انتم شايفين كده اهي. نحطها ندخلها بقى في الفرن تقعد ساعه او ساعه ونص كده. بعد كده نطلعها اوريها لكم. الله على جمالها. بصوا يا جماعه الدبابيس عامله ازاي، دايبه خالص ازاي. بصوا بصوا معانا عامله ازاي. بصي مش مستحمله خالص اهي. مع شويه رز بقى كده. الله الله الله. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.